افهم غضبك، وليه نفهم غضبنا، وليه نقود احنا الغضب. من اوائل الحاجات اللي في النفس وفي السلوك النفسي الانساني اللي الانسان انتبه لها انه الغضب ده حاجة ممكن تبوظ حاجات عندي كتير. والغضب سلوك انساني مهم جدا على فكرة، ودي حاجة بنتعلمها في الكورس. لما نقوده احنا وما يقودناش هو، لما نقدر احنا نبني بيه ونعمر الارض بحاجات، نستعمل غضبنا ده بدل ما هو يستعملني ويدمرني ويدمر الارض ويدمر علاقاتي ويدمر حاجات كتير قوي. ففي الورك شوب ده ال10 ساعات دول على مدار يومين بنتكلم فيهم دايما عن فوائد الغضب نمرة 1، والحاجات اللي محتاجين نتجنبها في الغضب نمرة 2، علشان الغضب ما يدمر لناش علاقاتنا وما يدمر لناش صحتنا وما يدمرش جسمنا بوجه عام. محتاج استفيد بالفوائد بتاعته واتجنب الحاجات اللي بتضرني منه، ومحتاج احفر واعمل انتروسبكشن واعمل غطس عميق في النفس من تحت، اقدر اطلع بيه الدوافع الدفينه اللي انا مش دريان بيها اللي بتغضبني. فهعرف كتير قوي عن نفسي وهعرف كتير قوي عن تكويني وعن سلوكي، ودي طريقتنا في الشغل. لو انت عندك حاجات بتضايقك من الغضب بتاعك، لو عايز تعرف اكتر عنه، لو عايز تسوق انت وما يسوقكش هو، انت اللي تبقى القائد بتاعه، فالورك شوب ده علشانك. ولو انت حد فاكر نفسك ما بتغضبش خالص وهادي خالص، شك في نفسك شوية عشان ممكن تكون بتبلع وبتكبت الغضب بتاعك. فلو انت كده او كده، الورك شوب ده علشانك. هيعرفك حاجات كتير قوي عن نفسك، عن الموتيفز والدوافع اللي بتخليك غضبان، وهتخليك تتعامل مع الغضب بصورة اكتر ايجابية وصحية ووعي. Leading my angry self كورس يومين 10 ساعات من الشغل والانتروسبكشن والحفر وراء دوافع الغضب السلوكي بتاعي. أراكم على خير إن شاء الله.